الزعيم عادل امام في الارهاب والكباب ما كانش داخل الارهاب والكباب. الزعيم عادل امام في الارهاب والكباب ما كانش داخل الارهاب والكباب، هو كان بيحضر لفيلم المنسي وبرضه ده كان مع شريف عرفة ووحيد حامد، برضه نفس السلسله من نفس الافلام. ولكن هو كان بيقرا حاجه في الجورنال كده، فلقى ان في مواطن اقتحم المجمع وافتكروه ارهابي، او هم اتعاملوا معاه على انه ارهابي، فلفت نظره الموضوع، فطلع الجورنال لاستاذ وحيد حامد. قال له ايه ده؟ قال له ايه؟ قال له ده الفيلم الجديد. فقعد استاذ وحيد حامد كرس كل وقته عشان يكتب فيلم الارهاب والكباب، واجلوا فيلم المنسي ودخلوا الارهاب والكباب الاول. الشاهد من الموضوع كله ان النجم او الفنان لازم يبقى عنده حركه رصد. لو انت عندك قوه الراي وقوه انك تفرض انا هعمل ايه، سواء في المسرح او في السينما او في التلفزيون او في الاذاعه، لازم يبقى عندك وجهه نظر. الشارع دلوقتي بيتكلم عن ايه؟ فالشارع وقتها كان بيتكلم عن المواطن اللي اقتحم المجمع والناس افتكروه ارهابي. فساعتها استاذ وحيد حامد كتب فيلم من اجمل الافلام عن المواطن المطحون، وعملوا الارهاب والكباب. والفيلم ده حقيقي مكتوب كل مشهد فيه ماستر سين، وكل الادوار فيه ماستر سين. وهتلاقي استاذ كمال الشناوي فعلا كان شبه وزير الدفاع ساعتها. هتلاقوا كل الناس جايبينهم شبه وزير الاعلام ووزير الثقافه وزير الدفاع وهكذا. الفيلم كان مكتوب حلو جدا، وكان يعتبر وان لوكيشن، او يعني اللوكيشن المين كان في المجمع، وكانوا بيصوروا من بالليل للصبح في الفتره اللي المجمع فيها ما بيشتغلش. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما دخلوا بقى فيلم المنسي رموا على فيلم الارهاب والكباب. يعني لو تلاحظوا ان المشهد بتاع السينما اللي فيه استاذ علاء ولي الدين الله يرحمه مع استاذ عادل امام، لما قال له انا شفتك فين قبل كده، قال له انت بتروح المجمع، قال له مره واحده وحرمت. هم كانوا بيرموا على فيلم اللعب مع الكبار، لانه الاثنين نزلوا ورا بعض، اللعب مع الكبار بعديه شمس الزناتي، بعد كده المنسي. فالفنان لازم يكون عنده حركه رصد، قوه تعبير، يعرف الشارع والمواطن بيتكلم عن ايه ويتكلم عنه. وده اللي حصل مع الزعيم عادل امام في فيلم اللعب مع الكبار. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن كل الحاجات اللي ليها علاقه بالسينما والمسرح والتلفزيون والاذاعه، ابعتوا لي في الكومنتات.